السلام عليكم. بسمة وهبة اللي دايما كانت بتعمل برنامج اسمه شيخ الحوار، وقعد سنين وكانت بتطرح أسئلة وتجيب حاجات احنا ما نعرفهاش، والضيف ساعات يتفاجئ بيها. الغريب انها طالعة بتطرح أسئلة تاني ومش عارفة الإجابات. نسمع كده ونعلق مع بعض. مين الست اللي كانت بتبعت فلوس من سويسرا؟ اسمها ايه يا ولاد؟ ليلى مقلد. مين اللي دخلت بالتيك توكر، داخله على تيك توكر تانية تعبانه وتقول لها قومي، انت مش عجباني، خدي الفلوس اهي، بس انت مش عجباني لازم تقومي، يعني قومي ما تفضحيناش. وليه الحاجات دي بتتصور؟ وعم احمد ده الراجل الكبير، وبعدين كل الناس يا جماعه كومبلين واحده، شكوى واحده بس هو ان جنبهم بيوجعهم، الفتحه بتاع بطنهم بتوجعهم. كل الناس دي يعني مش كل، كتير. يعني مثلا ابراهيم، اسمه ابراهيم ايه يا جماعه؟ ابراهيم شيكا، ابراهيم الطوخي، دينا مراجيح، مين تاني؟ أيوة طبعا سمعنا الأستاذة بسمة وهبة وهي عمالة تتكلم عن اللي احنا شفناه كلنا من أول ما سلمى الرحالة بتدخل على دينا مراجيح وبتديها فلوس وبتقول لها الدكتورة ليلى مقلد بعتها لك، وعم أحمد برضو ليلى بتاعت سويسرا بعتها له اللي هي ليلى مقلد. واسم إبراهيم شيكا ده ناسياه، أنا مش عارفة أنت ناسية اسم إبراهيم شيكا إزاي يا بسمة يا وهبي، وأنت كنت مستضيفة وفاء عامر وبتتكلم معاكي عن التبرعات لشيكا، وقالت في البرنامج بتاعك، وقالت كل الفلوس اللي جمعناها على التبرعات اتصرفت، واللي عايز يعمل تبرعات يبعت عليا اللي هي وفاء عامر. كان في برنامج حضرتك يا بسمة وهبة، ومش عارفة انت ناسية اسمه ليه. وبعدين حضرتك طالعة بتتكلمي مين ليلى مقلد دي؟ هو فين؟ هو فين شيخ الحارة؟ المفروض تضيفي للناس معلومة، المفروض انت مذيعة استقصائية، والمفروض ان انت كان عندك برنامج شيخ الحارة اللي يعني عمل مشاكل وطلعتي اسرار ناس. المفروض شيخ الحارة اللي كنت بتطلعي اسرار نجوم ممثلين، ويعني حسستينا ان انت عارفة النملة مخبية ولادها فين. انت طالعة تسألي الناس مين ليلى مقلد؟ حاجة استغربت لها والله. وبعدين وفاء عامر جت في البرنامج بتاعك، مش عملتي معاها اتصال ليه تسأليها؟ انت تعرفي واحدة اسمها ليلى مقلد؟ هو كان غريب ان انت تسألينا احنا مستنيينك تقولي لنا كل المعلومات اللي انت قلتيها، عارفينها احنا وشفنا فيديوهاتها والناس شافت فيديوهاتها والناس مستغربة، ولحد دلوقتي احنا مش عارفين قضية الاتجار في الاعضاء دي اخبارها ايه. يعني احنا اللي شايفين ان هم بيقبضوا على التيك توكرز، لكن الاتجار في الاعضاء محدش جاب سيرتها. فالمفروض كنت تضيفي لنا معلومه، خصوصا ان حسن شاكوش ومراته اتطلقوا في البرنامج بتاعك لان انت جبتي اسرار محدش عارفها. فدي سقطه اعلاميه من حضرتك، المفروض تعرفي لنا مين ليلى مقلد وتجيبي لنا داتا عنها ومعلومات عنها. اكيد انت عارفه ولا مش عارفه؟ لو مش عارفه دي تبقى مشكله. وبعدين فين شيخ الحاره؟ شيخ الحاره طلعه لنا، مش كنت بتقولي ان ده ابنك؟ البرنامج ده ابنك وبجمع معلومات وبجمع داتا عن الناس، فالمفروض حضرتك اللي تفيدي الناس مش تسألي الناس. هنشوف سعد الصغير وهو في برنامج شيخ الحارة مع إيناس الدغيدي، في برنامج شيخ الحارة نسمع كده سعد الصغير بيقول إيه لإيناس الدغيدي وهي بتسأله عن وفاء عامر. وفاء عامر، ونلاحظ الارتباك، نلاحظ الارتباك وهو بيتسأل، ونلاحظ الارتباك وهو بيرد. ارتباك كنت شغال يعني بلومتك عند وفاء عامر يا سعد. طب وانت ايه مالك؟ لا انا كنت وانت عارف ايه، انت عرفت ازاي كده الموضوع ده؟ ايه مش كنت بتروح انت اللي تجيب ايتن عامر من المدرسة وهي صغيرة وترجع تجيب لهم الحاجات في البيت؟
بس كنت شغال عندهم، كانوا هم حابيني. كانت وفاء عامر يعني هي اول واحده قالت لي انت ربنا يكرمك. فروحت البيت طبعا عندهم طبعا، وبقيت خلاص يعني. عرفتك منين وفاء عامر؟ كنت بطبل وبغني في مسرحيه كده ما كنتش معروفه، فشافتني قالت لي انت ربنا يكرمك. فطبعا خدت عليه. بقى يقعد معاه سعد الصغير. كان مقيم في بيت وفاء عامر او على علاقه جامده بوفاء عامر، لدرجه خلته يجيب اختها الصغيره اللي هي ايتن من المدرسه. بس احنا خدنا بالنا من الارتباك اللي لما اتسال على وفاء عامر، خدنا بال واضح. سعد الصغير انهون بقى يا جماعه. سعد الصغير اللي اعلن عن مبادره عشان يجمع مبالغ لمرات ابراهيم شيكا اللي هي هبه الترك عشان مش تطلع لايفات. عرض مساعدة على هبة مرات شيكا، وده نزل في القاهرة 24. وهبة ردت عليه قالت أرحب بالتواصل مع الفنان سعد الصغير في أي وقت. إن هو كان هيجمع لها تبرعات أو هيجمع لها مبالغ مالية. كان فين؟ اللي هو كان على علاقة جامدة جدا، واضح من الارتباك اللي شفناه بوفاء عامر. وفاء عامر اللي هي مين؟ صاحبة هبة، مامة هبة. ما احنا نربط كده الأحداث ونشوف كده، يمكن نطلع بمعلومة بدل الأستاذة بسمة وهبة طالعة بتسألنا عن ليلى مقلب. المفروض احنا اللي نسألك، المفروض انت اللي تضيفي للناس معلومة، لكن كل المعلومات اللي قلتيها الناس كلها عارفاها وشايفاها. خصوصي ان سعد الصغير مش بالسذاجة او العبط اللي بيبان لنا، وده بان من امتى؟ اولا من ارتباكه بتسأل على وفاء عامر، ما نربط الاحداث ببعضها. وبعدين طليقته شمس وهي بتتكلم ازاي تخلص من الجنين بتاعها. نسمع كده. الفيديو ده لحضرتك الأستاذ هاني عزب. أنا شمس وعايزة أحكي إيه اللي حصل لي بالظبط. أنا كنت متجوزة سعد محمود حنفي الشهير بسعد الصغير. كنت حامل في 7 شهور، وخطفني من اسكندرية للقاهرة، والبيبي كانت كبيرة 7 شهور، يعني بيبي كبيرة. وأخدني بالبلطجة والبلطجية والضرب، ونزلوني من الشقة اللي أنا كنت قاعدة فيها وخدوني بالعافية. كانوا في الحقيقة معاهم سلاح ورشاشات، لكنهم يعني جايين. يعني سعد الصغير مش هو الراجل الكيوت، الراجل اللي بيبوس ايد امه، اللي الراجل الظريف اللي بيظهر في الاعلام او اللي بيظهر في البرامج. لا، ده معاه بلطجية وضرب وخطف. طبعا احنا مش كنا مصدقين مراته، بس لما تيجي تربط الاحداث ببعضها، يعني سعد الصغير على علاقة وفاء عامر في شبهات حواليها دلوقتي. وفي ايه؟ فين شيخ الحارة يا بسمة؟ فين شيخ الحارة؟ يعني جايين ياخدوا راجل مش عيلة صغيرة حامل يعني. وخدوني ودوني على القاهرة. وقف على الصحراوي سعد. انا كنت راكبة العربية، كنت راكبة مع العربية، وبعدين نط عليا ورا، فضل يضربني بالبنيات ومن شعري في الإزاز. فوقفت العربيتين على الصحراوي لما لقوه بيضربني، فبقوا بيشدوا مني ويشدني منهم من ظهري على الأسفلت. بقى بيضربني بالجزمة في وشي وفي بطني. يعني قتلني، موتني من الضرب، قتلني. مجرم يعني. وفضلوا يقولوا له حرام عليك، يعني انت ما هي كده. يعني فضل يضرب فيها وفي وشها وفي ظهرها وهي حامل في 7 شهور يا جماعة. حامل في 7 شهور، اللي هو سعد صغير اللي كان شبه مقيم في بيت وفاء عامر، وارتبك لما إيناس الدغيدي سألته عن إقامته في بيت وفاء عامر. نخلي بالنا يا جماعة. كده هتنزل اللي في بطنها، حرام عليك هتموت. ففي الحقيقة هو كان وحش، دي كلمة قليلة بجد يعني. كسر لي مناخيري من كتر الضرب، وبقى بيضربني بالشوزة في بطني، بالجزمة في بطني. المهم وصلنا القاهرة طبعا، والألفاظ يعني مش عايزة أقول لحضراتكم كانت عاملة ازاي. وصلنا القاهرة، كان في واحد محامي واقف مستنينا. فتحوا باب الفيلا اللي هي في حي الأشجار،
ومضوني ايصالات امانه على بياض، ايصالات امانه على بياض كتير جدا، وعقد جواز بيقول ان هو اتجوزني وما لمسنيش. وبعد كده كل شويه الدكتور بيتصل يتصل يستعجله، لانه اصلا ما كانش فيه ولا دكتور راضي يعمل لي العمليه، لان كنت يعني كان بيضربها بالجزمة في وشها وفي مناخيرها، وخدها في الفيلا اللي في حي الأشجار، مضاها على إيصالات أمان. ده بس لا، ده عمل الجريمة الكبرى. شهور، فكل الدكاتره كانت بتقول هتموت، يعني هي هتموت، مش هنقدر نعمل لها العمليه. لحد لما الدكتور ده وافق واخد 100,000 جنيه الدكتور. بعد كده هو رد في التليفون قال له طيب خلاص احنا جايين مش عارف ايه. خدني وداني عند الدكتور. كانت الساعة تقريبا 2 بالليل لما رحت عند الدكتور. فالدكتور قال له اطلعوا بره. قال له لا، محدش هيطلع بره، انت هتكشف عليها وهم موجودين. قال له لا، انا مش هقدر اكشف عليها. فمن كتر ان هو ما عندهوش نخوة يعني، ومن كتر ان هو ما في الحقيقة ما مش راجل يعني، فهو خلى البلطجية واقفين وانا بكشف يعني. فالدكتور اتخانق معه وقال له انا مش هكشف عليها غير لما كلهم يطلعوا بره. فالدكتور لما كشف عليا فقال له انت كدبت عليا، البنت دي يعني البنت كبيرة في الشهر السابع، انت قلت لي في الشهر الرابع واول الخامس، يعني في نهاية الرابع، وانت كدبت عليا، انا مش هقدر اعمل لها العملية. قال له لو ربنا نزل من فوق انت هتعمل العملية، يعني هتعمل العملية مهما عملت هتعملها، يعني هتعملها. وطلع في راس الدكتور السلاح اللي كان هو شايله. فالدكتور ما كانش عارف يعمل ايه. فالدكتور قال له طيب احنا هنحتاج 3 إبر استغفر الله العظيم علشان يا رب. الطفلة كبيرة وهنحتاج 3 إبر، الإبرة ب5000 جنيه. قال له ان شاء الله يكون ب1,000,000 جنيه. فقال له يلا العمليات. راح الدكتور. طبعا هي كانت عيادة صغيرة في شارع أحمد عرابي في المهندسين، وكنا الساعة 2 بالليل. فالدكتور لبسني العباية دي وخلاص دخلت أوضة العمليات. قبل ما يعني ما فيش نخوة لما يبقى مخلي البلطجية يشوفوا مراته وهو بيتكشف عليها، ما فيش احترام للبنت أو محافظة على جنين بنته اللي عندها 7 شهور، يعني خلاص اكتملت. لا، ده بيهدد الدكتور كمان. ده هو سعد الصغير اللي كان مقيم عند مين؟ عند وفاء عامر، اللي هي ايه، متهمة في قضية الأعضاء، لسه متهمة، لسه ربنا اللي يعلم. احنا لسه ما نقدرش نتكلم، بس احنا بنجمع داتا او بنجمع معلومات، عايزين نفهم، عايزين نعرف ليه هو ارتبك جدا لما ظهر في شيخ الحارة واتسأل عن وفاء عامر. نشوف عمل ايه في بنته الصغيرة. نجني قال لي تشهدي. فقلت له دكتور هو انا هموت. فقال لي بصي انا نفسي اهربك، بس انا خايفه اهربك ياخدوكي يمسكوكي وياخدوكي يموتوكي، هيموتوكي. خليني انا احاول اجرب اعمل العمليه بدل ما هياخدوكي يودوكي عند حد تاني وهتموتي. فتشهدي واللي ربنا عايزه هو هيكون، وانا هحاول ما اشوهكيش. من كتر الرعب والخوف متخيلين حضراتكم يعني انا هحاول ما اشوهكيش، يعني مش عارفه اقول لحضراتكم، يعني احساس ده ممكن ما حدش هيتخيله في العالم. المهم الدكتور اتشهدت والدكتور اداني الابره، فتح الرحم واداني 3 إبر علشان يوسعوا الرحم، لان الطفله كبيره، دي ولاده، ده مش اجهاض، دي ولاده. فموضوع كبير قوي، ولاده يعني ده المفروض انا اصلا ما اصحاش، المفروض ان انا اموت. يعني اي واحده في العالم فاهمه يعني ايه الشهر السابع حد يولدها بالعافيه بالاجبار. المهم ان هما الدكتور اداني 3 إبر وفتح الرحم ووسع الرحم وقطعوا البنت، قطعوا حتت سحبوها متكسره، قطعوا عظمها وسحبوها. فانا فقت لقيت فسمع كلام بخرف في البنج يعني. فلقيت الدكتور جايب كيس زباله كده
وهو واقف قدامي، انا شايفاهم الاتنين واقفين بيتكلموا، والدكتور بيديله كيس الزبالة ومطلع له كف ايد البنت، يعني علشان يثبت له يعني ان هو عمل العملية. فمطلع له 5 صوابع من ايد البنت وبيقول له البنت لازم تدفن. فقال له ادفنها في 60 داهية، ادفنها ولا غورها في 60 داهية. زي ما احنا سمعنا اجبر الدكتور انه يعمل عملية يعني شبه ولادة، هو اجهاض، هو اسمه اجهاض كده. هو قتل الطفل لان الطفلة كانت كاملة 7 شهور، اللي هو مين؟ سعد الصغير. لدرجة ان الدكتور بدأ يقطع في البنت، طلع ايدها عشان يوريها له ان فعلا ماتت. طيب ده مش يخلينا نسأل نقول في ايه يا استاذة بسمة؟ فين الصحافة الاستقصائية بتاعتك؟ فين ان انت تجيبيه تستضيفيه وتقولوا له انت كنت مقيم هناك؟ طب انت شفت حاجة؟ تسأل الناس. اتفدينا، فدينا يا استاذة بسمة. يعني هو المفروض ان كله كده، يعني كل ما حد يقرب من الاستاذ من وفاء عامر يبقى في حاجة، وخاصة بالاعضاء، وخاصة بالاعضاء. فيا ريت حد يفيدنا، لان هي دي قضية الناس الاساسية. يعني مش كانت قضية البلوجر، هي البلوجر دي من سنين وشهور والناس زعلانة منهم، والناس عمالة تقول ما حدش بيتحرك ليه، لكن هي المشكلة كلها في قضية الأعضاء دي. فأنا عن نفسي زعلت منك يا بسمة يا وهبة، كان المفروض تضيف لنا معلومة، خصوصا إن سعد الصغير جه وقعد عندك في البرامج بتاعتك وفاء عامر، فأنت مش تطلعي تقول لنا من ليلى مقلد. انت يا بسمة يا وهبة المفروض تطلعي تقول لنا مين ليلى مقلد، وايه العلاقات الغريبة بين سعد الصغير وبين وفاء عامر. وسعد الصغير يعني مراته ما تصور عليه الإجرام ده كله، يبقى الله أعلم. شكرا.